ازاي ممكن الواحد يعيش في سلام نفسي؟ يعني حاجة الصراحة من أصعب الحاجات اللي ممكن توصل لها في الدنيا. يعني الفلوس ممكن توصل لها بالاجتهاد بالتعب بسرقة. بس إن أنت تعيش في سلام نفسي الموضوع شاق جدا. أنا بالنسبة لي كشخص مودي أنا برج الدلو. طبعا في ناس مش تؤمن بالأبراج وساعات هي خرافات، بس أنا مودية جدا. ممكن دلوقتي أبقى كويسة جدا وعندي طاقة رهيبة وخلاص انا يا جماعه هقوم اصور فيديو، ممكن بعد ثانيه اللي هو اقلب، لا انا مش قادره خالص اتحرك من مكاني. فدي مشكله صراحه كبيره جدا جدا، يمكن عند ناس كتير الله اعلم. بس لو انت زيي اكتب لي في الكومنتس اشخاص موديه الى انهي درجه عشان احس ان انا لوحدي يعني. ايه اكتر حاجات بجد فرقت معايا في حياتي انا بعملها وحاسه لازم اقول فيديو اقول لكم تعملوها؟ بصوا يا جماعه، موضوع الصحيان بدري اتهرس في فيديوهات بالهبل. انا نفسي جربته في فتره من حياتي وكنت بكره حياتي لما بنزل الكليه وعندي محاضره 8 الصبح، مثلا رايحه شغل 8 وشغل ما بحبوش مش لاقيه نفسي فيه، فاللي هو بحس ايه، انا ليه اصحى بدري واقرف نفسي؟ بس بجد يا جماعه بجد اقسم بالله لو تقولوا لي ايه اللي ممكن يخلي انسان من انسان فاشل لانسان ناجح لاعلى المستويات، نجح في العالم كله، هقول لكم الصحيان بدري. الصحيان بدري يا جماعه اقسم بالله كنز. اول حاجه انا بقالي فتره نفسيتي مش كويسه. من اول ما بدات اصحى بدري وانا حاسه ان كل حاجه بتتظبط نفسيا جسديا، حاسه كأن الدنيا بقت احسن بكتير، مع ان هي نفس الحياه اللي انا عايشاها. يعني ما عملتش حاجات مختلفه، مثلا ما طرتش ما سافرتش ما عملتش، بس كأن الدنيا بقت مختلفه. انا نفسي جسمانيا بقيت احسن، حاسه اللي هو انا الاول ما كانش عندي طاقه، دلوقتي عنديش طاقه بس عندي شويه. فلو تسالوني اقول لكم بجد يا جماعه الصحيان بدري ده يعني محدش هيفهم اللي انا بقوله غير اللي مجربه، لان انا كنت شخص ليلي جدا ودايما بفتخر ان انا يا جماعه انا بحب الليل مش مورنينج بيرسون والجو ده. فيا جماعه بجد الصحيان بدري كنز من الكنوز المخفيه. هي مش مخفيه طبعا، ناس كتير قوي عارفه ان تصحى بدري، بس انا يمكن عشان مكتشفه ده حديثا، محدش علمهولي من وانا صغيره ان انا انام بدري واصحى بدري. فحاسه قد ايه الموضوع فرق في حياتي، مش حاجه عملتها وانجزتها في حياتي الا لما كنت صحيت بدري ساعتين ثلاثه قبل ما الناس تصحى، وتلاقي عندك وقت، وتلاقي لو انت مثلا معاكي بيبي لو هو نايم مثلا عارفه ان هو بيصحى مثلا 10 الصبح مثلا يعني، فاصحي قبليه 8 الصبح، هتلاقيه في الساعتين دول فرقوا في حياتك وفرقوا في نفسيتك اليوم كله. لا انا الحمد لله في وقت، بقالي كام يوم كده مش متظبطه عشان كل ما اصحى الاقي سلم صحى ابني صحى، اللي هو انا عايزه اقعد، عايزه اخد نفسي، عايزه ارتاح شويه. طول ما هو صاحي طول ما انا يعني بجد مقدره. يعني يعني كويسه وكل حاجه، بس لا انا عايزه اخد وقت لنفسي شويه، عايزه اشرب قهوه. تعبت، فالصحيان بدري ثواني الطياره تعدي، عندنا طيارات كتير، حد عايش في مدينه نصر هيعرف قد ايه الموضوع مزعج، بس ازعاج جميل جدا، يا ريت كل الازعاج يبقى كده. اوكي، المهم، فبقول لكم يا جماعه صحيان بدري هيفرق في حياتك جدا. حاول اقنع صديقه ليا بقول لها بجد اصحي بدري، موضوع مختلف، هتلاقي حياتك بقت احسن، هتلاقي نفسيتك بقت احسن. لما تقولي مستحيل ده انا كنت بصحى للشغل، هي دي بقى الفكره، انت بتصحى للشغل، بتصحى لحاجه انت مش حاببها قوي، فدايما صاحي متقدر ونايم الساعة 2 بالليل 3 بالليل، فازاي تصحى 8 الصبح وانت نايم 5 ساعات بس؟ فيا جماعة تصحوا بدري ازاي؟ تناموا كويس، تاخدوا قسط من الراحة كويس، ما بقاش نايمة 3 بالليل وعايزة اصحى الساعة 8 9 الصبح بكل النشاط. ازاي يا جماعة؟ ازاي يعني؟ اقنعوني. فحاولوا تناموا على قد ما تقدروا بدري. مرة على مرة على مرة قعدت 5 شهور عشان اظبط الموضوع ده. الموضوع مش سهل يعني انا عارفة، جربوا تعملوا كده وهتلاقوا حياتكم بقت احسن، هتلاقوا نفسيتكم بقت احسن، هتلاقوا ان في كام ساعة ساعتين 3 4 كده في خلوة مع النفس جميلة، تقعدوا تفكروا، تقعدوا تكتبوا اهدافكم، تقعدوا تخططوا، تكتبوا الحاجات اللي انتوا بجد نفسكم تعملوها بعيدة عن دوشة الناس ودوشة العيال. وانتي لو عيالك في المدارس مش الوقت اللي هما مش موجودين فيه ممكن تعملي ريفرش كده لنفسك هتنامي فيه يعني. اصحي اصحي لا عشان نفسيتك. والله يا جماعة انا دلوقتي بحاول انام بدري بس ابني نايم، قلت لا لازم استمتع بالوقت اللي هو نايم فيه حتى لو انا مش قادره، فقلت اعمل حاجه انا بحبها. اول حاجه ان انتوا تصحوا بدري، مش عايزه اقعد ارغي كتير في الفيديو عشان عندي حاجه تانية اقولها.
تاني حاجة من وجهة نظري بتغير في النفسية جدا ان انتوا تقروا الأذكار. أذكار الصباح يا جماعة كنز. مش لازم تفكروا عشان انا خايف من الحسد، خايف من العين. لا، هي مش موضوع كده خالص. موضوع ان انت الأذكار دي تبدأ بيها يومك عشان يبقى عندك نشاط، عشان ربنا يبارك لك في وقتك. مش لازم عشان الحسد بس، لا خالص. في جزء من الأذكار بتقول فيه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. أظن إن ده ملخص حياتنا كلنا، ملخص حياة معظم الناس. الكسل 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 الكسل. فأنت اوريدي بتدعي بيه بداية يومك كده بعد ما تصلي الفجر. في قطة عدت بس اتخضت خضة سودا. الدنيا ليل قوي والدنيا دارك قوي والموضوع مريب. اشرب لي بق من الكوباية الفاضية دي. انا بس جايباها ديكور، بنت خالتي جابتها لي، تحية كبيرة لبنت خالتي. المهم، بقول لكم يا جماعة فكرة الأذكار حلوة جدا ان انتوا بتستعيذوا ربنا من الكسل. الكسل ده اللي هو عدو الإنسان الحقيقي. ان شاء الله يومك ما يبقاش فيه كسل، يومك يبقى فيه نشاط وطاقة، وبتقول اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري. أظن ما فيش أحسن من كده. انا بس بنشوف كده مع بعض الاذكار دي عباره عن ايه. بنقول ايه الكرسي اللي بتحفظك باذن الله من كل سوء ومن كل شيطان. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني ايه؟ يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. شيء لا يضر شيء، يعني انا باذن الله مش هيحصل لي حاجه. لو قدرك مثلا تموت مش هتموت عشان انت قلت الاذكار، لا هي مش كده. بس انت بتقول لربنا في بدايه يومك بسم الله، باسمك يا رب ما يضرنيش اي شيء. فانت لو في مثلا عين هي عايز تحسدك هتيجي، فانت قلت الدعاء ده فهتتصد. لو مثلا حادثه ممكن تحصل، ممكن ربنا يحفظك بسبب الموضوع ده. وقع كنت هتقع، ربنا يحفظك. اي شيء يعني. شوفوا انتوا شيء بقى ترجموها بقى، شيء اللي هو اي حاجه، اي حاجه حرفيا. فشوفوا انتوا بقى ايه اللي ممكن يضركم بعد ما قلتوا بسم الله. حاجات كتير قوي بنقولها وبنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. دي من احسن الحاجات طبعا في الحياه. اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين. يعني الحته دي بس يعني ما تسيبنيش لنفسي ابدا. يعني يا جماعة الأذكار شاملة كل حاجة أنت بتبدأ يومك بيها، مفيش أحسن من كده. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم. يعني خير ما في هذا اليوم، أحسن حاجة في اليوم ده يا رب أنا أسألك فيه أول، ويا رب كفيني شر ما في هذا اليوم. فشوفوا بقى اليوم هيبقى عامل إزاي إن شاء الله. بالأذكار حياتك. والله يا جماعة قعدت يومين ما أقراش الأذكار، حاسة إن في حاجة غلط كده. أنا ما عنديش طاقة، ما عنديش نشاط، حاسه كده ان انا مقفوله. اوقات كتير قوي الوقت بياخدني كده وما بلحقش اقراها. بيبقى يوم سيء جدا، ما فيهوش اي انجازات، بيبقى ما فيهوش حتى ان انا مبسوطه. فالاذكار هي حياتك. ده غير طبعا ان هي بتحمينا من الحسد والعين، يعني من الشياطين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا بالليل دلوقتي بصور فمش عايزه ازعله. انا بقول ايه؟ المهم يا جماعة، يبقى أول حاجة قلناها صحيان بدري. تاني حاجة الأذكار. طبعا المفروض أقول الصلاة أول حاجة. الصلاة المفروض إن هي أساس كل حاجة في حياتك. لو أنت منتظم بالصلاة 5 مرات في اليوم، أعتقد في اعتقادي يعني إن أنت تلتزم بأي حاجة في الدنيا بعد كده. طبعا لن تستقيم حياتك إلا إذا استقامت صلاتك. يعني مش هتوفق في أي حاجة في الدنيا أنت مش بتصلي. ابدأ صلي الفجر، صلي الظهر، فاتك العصر ما تقولش لا أنا خلاص مش هصلي. لا، صلي المغرب، صلي العشاء. جاهد نفسك، جاهد نفسك ان انت تصلي علشان ربنا يوفقك. تالت حاجة ممكن تخلينا نعيش في سلام، ان انت تحاول تشغل نفسك بنفسك. يعني ما تشغلش نفسك مين قال عليك ايه، مين عمل ايه، مين زعلك. حاول تشغل نفسك بنفسك. وفي حاجات في الدنيا طبعا بتزعل، يعني انا بزعل طبعا، كل الناس بتزعل، بس ما تديهاش اكبر من حجمها. اللي دي فعلا اكبر من حجمه ان انت ازاي تجتهد وتتعلم حاجه، انت ازاي تستثمر في نفسك، ان انت ازاي تبقى احسن، ان انت ازاي تنجح، ان انت ازاي ما تبقاش زي ما انت قاعد بس بتفكر في قيل وقال، حاجات كده ملهاش اي لازمه ولا تفيدك في حياتك ولا اي حاجه. لسه اخده بالي ان انا الطرحه مطقمه مع مع الخشب ده. هي حقيقي مش مقصوده، بس انا عشان ابني نايم فما لقيتش غير الطرحه دي بره في الصاله، فانا قلت البسها بدل ما اخاطر وادخل الاوضه ويصحى. شايفين المعاناه؟ فحاول تصحى بدري، حاول تقرا الاذكار، حاول ان انت ما تشغلش بالك الا ازاي هنجح، ازاي هعمل حاجه في حياتي. شكرا جدا. ودي كانت فضفضه بسيطه، ازاي تعيش احسن، ازاي تحافظ على طاقتك النفسيه المهدره، المستهلكه، المستنزفه.
الله هعمل لكم فيديوهات تانية لو حد مهتم بسلسلة تحسين النفس. بقول شوية حاجات بسيطة قوي أنا جربتها، حابة إنكم كمان تجربوها، حابة إنكم فعلا تفرق في حياتكم عشان هي فرقت في حياتي. شكرا جدا. كانت معكم ألفا تيتي.